تعال نشوف ماتش تحت 23 سنه ريال مدريد قصاد برشلونه، وازاي اللمسيه عرفت تفرض سيطرتها وتفرض مدرستها على ريال مدريد في الضغط العالي اللي اي فرقه بتواجهه لازم تضطر تلعب كور طويله مباشره. طبعا ريال مدريد متعوده ان الفرق من الضغط العالي بتلعب تمريرات عاليه مباشره على الوينجات مثلا، او تمريره طويله اللعيب ينزل من العمق قدام يعني. بص هنا، لكن برشلونه تبدا اللعب من الناحيه اليمين. تمام. طالما برشلونه بدات اللعب من الناحيه اليمين او هتبني لعب من تحت، اذا هتستنى لعيب 6 دقايق ده ينزل يا معلم، كده كده برشلونه هتعملها. بس هنا لا، هنلعب للظهير. هيعمل اكيد الظهير هيعمل ايه؟ اكيد الظهير هينزل يلعب لمين؟ لست. طالما ما جاتش دلوقتي هتيجي بعدين. بس ركز بقى هنا معايا، زي ما قلت لك ريال مدريد ايه؟ عندها توازن الدفاع الهجومي، زي ما انت شايف، 5 يدافعوا وخمسة يهاجموا. ادي 1 2 3 4 5 ورا، 1 2 3 4 5 قدام. تمام. هنشوف دلوقتي. بس برشلونة لا، مش هنلعب لستة. ستة هيسحب يا باشا ونزل نفسه، وقف نفسه في مكان كويس بين خط هجوم بقى ريال مدريد، خلاهم يتمركزوا في حتة معينة ويزنقهم. بس ده ليه؟ بص مش هيلعب لستة، سحبهم وبس. هيلعب. هتقول لي ايه ده؟ لعب للوينج اللي هو كان يلعبه مباشرة. بس هو مش عاملين حسابهم يلعبوا اللي هم هيلعبوا على الوينج مباشرة. بالظبط. هم يا باشا خلوا الوينج ياخد راحته، كده كده خلاص برشلونة تبدأ لعبة من تحت. أكيد مش مرة واحدة نلعب للوينج. بس لا، الوينج نازل عشان ياخد يروح على الجون؟ لا خالص. الوينج يا معلم نازل علشان يعشوأ ويخلي الخط المتكتل دفاعيا ده ورا ينزل لقدام شويه، ويميل الملعب ناحيه اليمين. انت فاهم؟ هو نازل لهدف، والفيرود ضامن معاه ناحيه اليمين برضه. عايزين الملعب كله يضم ليه؟ بص بص بص، شوف احنا في الاول قلنا ايه؟ 5 ورا وخمسه قدام. فين المنظر ده؟ في عشوائيه. انت شفت يعني لما ميلوا اللعب ناحيه اليمين واوفرلود ناحيه اليمين؟ من الاخر بكلمك بس بلد عشان الناس تفهم. هما جمعوا لعب الناحيه دي علشان يفضوا الناحيه التانيه، وعلشان برشلونه بتعتمد على ان وينجاتها والاطراف بتاعتها عامه وظاهر اللعيبه اللي امكانياتها عاليه، بيحاول برشلونه تجمع لاعب بحيث تفضي لهم مساحه يبقوا واحد على واحد عامه. فاهم؟ عشان هي اصلا برشلونه طريقه لعبات مدرستها كده، اللي احنا بنجمع لاعب علشان نفضي مساحات، وده اللي حصل. وده اللي حصل، واللعب مش هتلاقي مساحات ورا طول ما الدفاع بتاع الخصم متكتل زي ريال مدريد. فانا لازم اسحبك يا باشا واشدك لقدام. الناس معايا؟ بص هنا، اللي على الطرف هناك فاضي خالص هناك، باشا باشا. بس كده يا معلم. الجميل بقى في الموضوع ايه يا جدعان؟ الجميل في الموضوع بقى يا جدعان ان برشلونه عملت الاوفرلود تو ايزوليت، اللي هو بنجمع عشان نفضي. عملته في نص ملعبها، مش في نص ملعب الخصم زي ما متعودين والتقليدي ان احنا بنجمع اصلا لاعب في نص ملعب الخصم. نعدي اصلا المرحله بتاعت بناء اللعب ونطور ونجمع في نص ملعب الخصم علشان نعزل اللعيبه هناك، نفضي الواحد برضه قدام هناك. بس انت اصلا الفرقه ايه؟ اصلا الفرقه ورا متكتله صح. هنا بقى الجمدان، والجمدان في الموضوع ان اللعيبه دي المفروض اسمهم فريق رديف، ويجي يقول لك اللعيب متاسس واللعيب مش متاسس. اظن الناس عرفت ليه. كان معكم حازم زناتي. حد بيحب يعرف الكوره بتتلعب ازاي؟